الفيديو رقم 4. وصفة الرويال آيسينج باستخدام بياض البيض. الوصفة اللي حناخدها حنحتاج بيض بدرجة حرارة الغرفة، حنحتاج فانيليا سائلة، ملح وعصير ليمون أو بديل حامض الليمون. حنحتاج كمان خل، وحنحتاج سكر فائق النعومة أو سكر ناعم جدا، أو آيسينج شوجر، أو في السودان بنقول له سكر طلية. هو سكر بيكون درجة النعومة حقته عالية، بيكون ناعم شديد. ما حينفع نستعمل سكر ناعم عادي اللي هو مسحون في البيت، أو الناعم الوسط، يعني كل السكر العادي ده ما حينفع، لازم يكون سكر ناعم شديد. حنبدأ الوصفة بأنه قبل ما نبدأ لازم نمسح البولة بالخل عشان نتجنب وجود أي مادة دهنية على سطح القالب أو الاتاشمنت تبع العجان، لأنه أي زيوت ممكن تكون سبب في إنه الوصفة ما تزبط معانا. طبعا الوصفة حنعملها ببياض البيض، وقلنا لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. لازم كمان حبات البيضة تكون متوسطة، ما تكون صغيرة. وكمان لازم البيض يكون طازج، يعني ما يكون بيض قديم، عشان يكون من السهل إنه نفصل البياض عن الصفار. كمان لازم نجيب منخال، مهم جدا، عشان أكيد لما يكون السكر موجود عندنا بيحصل له تكتلات، فلازم ننخله كويس. حتى لو كان ناعم لازم يعني يتنخل السكر بصورة جيدة، يعني ممكن مرة أو مرتين. الوصفة عبارة عن بياض 4 بيضات، حجم البيض متوسط، 8 أكواب معيارية ممسوحة من السكر الناعم، 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون، وملعقة كبيرة فانيليا سائلة، ورشة ملح. حنبدأ بأنه ننخل السكر على البولة اللي حنشتغل عليها. الخطوة اللي بعدها حنبدأ نفصل البياض والصفار. حنحتاج كوريتين عشان نفصل بيضة بيضة، وما يتجمع معنا. يعني إذا حصل كونفيوز في واحدة من البيضات وخربت معنا، نكون عملنا حذرنا. يعني الطريقة دي اسمها شيل تو شيل. حنفصل البيض بقشر البيض نفسها. حنضيف 3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة هي ملعقة الطعام اللي هي تيبل سبون. حنضيف ملعقة كبيرة فانيليا سائلة. لازم نستخدم نوعية ممتازة من الفانيليا.
ضروري تكون سائلة. حنستخدم ربع ملعقة صغيرة من الملح. ممكن يعني لو قللنا المقدار كان نص المقدار حيكون رشة ملح يعني. حنخلط المكونات كويس. بالنسبة لعصير الليمون هو بيقتل البكتيريا الموجودة في بياض البيض، لأنه إحنا بنستخدم بيض ني، فدي الوظيفة لعصير الليمون. حنضيف المكونات السائلة للسكر. السكر طبعا 8 أكواب، قلنا 8 أكواب معيارية اللي هي بتعادل كيلو 1000 جرام. حنبدأ نخلط بأقل سرعة، بس عشان كل المكونات تدخل في بعض. وبعد الخطوة دي كده حنتأكد من مناسبة القوام، يعني مناسبة كمية البياض مع كمية السكر. ده إذا كان عندنا مثلا حجم البيض صغير أو حجم البيض كبير شديد، فمرات بنحتاج نزيد سكر أو بنحتاج ننقص كمية السكر حسب حجم البيض عندنا. الأفضل أنكم تستخدموا البيض بحجم متوسط. ده شكل القوام مفروض يكون كده في أقل سرعة، بيكون بيشبه خليط الكيك. بعد ما نتأكد إنه ده شكل القوام، حنرجع العجان وحنزيد سرعة العجان بالتدريج. هنا القوام شايفين بدأ يبقى سميك معانا، حتى لون الآيسنج السكر بقى لونه أفتح. بنحاول نفتح العجان ونقلب الأطراف للسكر، ونرجع نحرك نزيد السرعة تاني. هنا خلاص وصلنا للحجم المطلوب. طبعا الوقت حسب سرعة العجان عندك، ممكن 5 دقايق، إذا كانت سرعة بطيئة مثلا ممكن تصل ل10 دقايق. المهم لما يتضاعف عندنا حجم الرويال آيسنج ويبقى بالشكل ده، يبقى لونه أبيض والكثافة بالشكل ده. أحيانا في بعض الناس بيضيفوا لون أبيض للرويال آيسنج، بس أنا ما بنصح، عشان لو حابين نعمل لون أبيض ممكن نقسم من الكمية الكبيرة دي ونعمل لون أبيض لحال، عشان لما نجي نعمل ألوان تانية نقدر نصل للون المطلوب بسرعة، يعني لأنه اللون الأبيض إذا ضفنا في الكمية دي كلها ما حنقدر نعدل على باقي الألوان.
أنا حفرغ كمية الرويال آيسنج اللي عندي دي كلها، حفرغها في معون تاني وحغطيه كويس. يفضل إنكم تستخدموا الكمية على طول، يعني يكون فريش. لو فضلت كمية عادي ممكن يقعد في الثلاجة طبعا لمدة أسبوع. لو مثلا فضلت كمية أكتر، كمية كبيرة وقعدت في الثلاجة أكتر من أسبوع، ممكن ترجعوا تضربوها تاني أو تزيدوا عليها كمية تاني وتخفقوها تاني. أنا يعني بحب أستخدمه فريش أكتر شي. يعني بعمل الكمية وعلى طول بستخدمها، بستهلكها كلها، وإذا فضل منها باقي ممكن في يوم تاني أعمل كمية تانية وأزيد عليها الكمية الأولى عشان يكون شكله حلو كذا. طبعا مميزات الرويال آيسنج إنه بينشف بسرعة في الهواء، فأحيانا ممكن نحتاج فوطة مرطبة تكون جنبنا عشان نغلف فيها الأدوات حقت اللي بنشتغل فيها على الرويال آيسنج، زي الملعقة حقت السيليكون دي. ولازم كمان نغطي الكمية اللي بنشتغل فيها على طول، نغطيها على طول بكيس نايلون، ولازم نضغط عليها من جوا عشان أي هواء ما يدخل ويسبب جفاف للرويال آيسنج. لو حصل الجفاف ده يعني جزء منه نشف، حنضطر إنه نرميه لأنه حيأثر لنا. لو عايزين نعمل قوامات تانية حتأثر علينا وحتسبب تكتلات وانغلاق للأكياس حقت البايبنج.